النهارده معانا عربيه لو مشيت في الشارع وبصيت يمين وشمال وما شفتش 3 4 منها على الاقل، يبقى انت اكيد مش في مصر. والله هونداي الانترا اي دي اهي. بص في ظهري ايه؟ هونداي الانترا اي دي بجد. هونداي الانترا اي دي الفئه الثانيه 2025 التجميع المحلي. غبور قرر يرجع يجمعها محليا لانها ببساطه الفرخه اللي بتبيض دهب. كله حافظها وعارفها. هكلمكم عن الاكستيريور، الانتيريور، المحرك. هناخدها لفه وهقول لكم 5 حاجات تفصلك و5 حاجات تبهرك في الهونداي الانترا الاي دي. انا احمد عبد ربه، يلا بينا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بالنسبه للشكل الامامي، فوانيس يعني للاسف هالوجين مسحوبه بشكل جميل، جريل كبيره، والفيس ليفت ده زي ما قلت لكم هو محبوب عند المصريين. وفتحات هنا يعني اكشلي عايزين ندور على نكتشف بقى هي فتحات فتحات حقيقيه بجد. هنا الاشارات، وهنا المفروض داي تايم راننج لايتس. خلينا نوري لكم برضو الانوار. مفيش كلام كتير يتقال، يعني فيها خطوط حلوه عجباني. دي بتفكرني بالشاومي الاس يو 7. الخط اللي هنا دوت فيها كام خط حد كده، فده المنظر من قدام. لو هنتكلم على الشكل، المنظر الجانبي للعربيه يعني برضو نفس الخطوط مكمله معاك. الجنود بتاعتها مقاس 15 195 65، يعني تصات، مش هقول جنود. بس برضو كويسه. الخلوص الارضي بتاعها 15 سنتي. بالنسبه للشكل الخلفي يعني انوار برضو ال اي دي انا ما شفتهاش وهي منوره. نور الاشاره ونور الريفيرس وحساسات الركن. والشنطه هنوريكم الشنطه برضو. عاجبني ده، مش عارف بيقولوا عليه سبويلر ولا ايه، بس مديها طابع رياضي كده. استنى نفتح لكم الشنطه. شنطة المفروض في الفئة الثالثة بتفتح اوتوماتيك، بس دي مش الفئة الثالثة للأسف. شنطة المفروض 410 لتر تقريبا، ده الرقم اللي أتذكره. وكالعادة بقى نشوف هي إيه. يعني بالنسبة لي أوسع من شنطة التويوتا كرولا، ومعلش بقى شرف. كاميرا، المفروض كاميرا الريفيرس واضحة قوي وباينة. كلمة الانترا مكتوبة. ده كل حاجة في الورا ممكن تشوفوها. في الشارك انتنا طبعا باينه من هنا. بالنسبه للمحرك اللي بيحرك العربيه، خلينا نفتح معاكم الكبوت ونشوف. ازيكم يا اولاد. موتور العربيه 1600 سي سي، تنفس طبيعي، متوصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات، اعتيادي جدا، تقليدي جدا، معروف جدا. التكنولوجي اللي في الموتور دوت الحقيقه هو بيشتغل بتكنولوجي اسمها ام بي اي، مالتي بوينت انجكشن. بالبلد كده يعني بيمشي بالبنزين ال 92 ومعروف. في تقنيه كمان اسمها الدويل سي في في تي، وده اختصار لكونتينيوس فاريبل فالف تايمنج، ودي انا شرحتها في ريفيو تويوتا كرولا، ممكن ترجعوا له، بس ده الاسم متغير شويه وهنا متحدثه. حته الدويل ديت معناه ان الصبابات بتتحكم في البنزين اللي داخل واللي خارج كمان من العادم، فده بيبقى موفر معاك في البنزين، بيبقى بتحس بنعومه وسلاسه. نشوف معاكم المساحات. والله هونداي الانترا اي دي اهي. لسه بقول لكم لازم يعني. المساحات انا ظبطت الكرسي ده عليا وظبطت الكرسي ده عليا. طولي 178، في يعني يعتبر هيدروم كويسه. ني روم برضو معقوله. عاجبني برضو. خلينا نشوف هنا بيخرفش. الحته دي جلد، المسند جلد. فتحات تكييف ورا، دي حاجه كويسه قوي بصراحه. الحته ديت برضو نفق الفتيس مش عالي، فاللي هيبقى قاعد هنا لا هيضطر برضو ينزل رجله بصراحه لان هيتضايق، وان كان يعني ايه الثلاثه يقعدوا فاهم على كده يعني. الكراسي قماش كلها، يعني الفئه دي كلها قماش. في هنا برضو حاجه كده مساحه تخزين لذيذه. في برضو مسند هنا، وفي مفروض حزام امان للشخص اللي في النص، ومش عارف بتحط فين، بس في 3 حزام امان لكل الناس. دي كده تقريبا كل حاجه ممكن تقال هنا. في طبعا ديت سوفت تاتش حلوه، خامات برضو والله كويسه هنا. نيجي بقى للكونسول الامامي، ده شرف لسه سايب غبور هو معتز بيها، وانا بحاول الحق النور بصراحه، فخلينا نقفل التكييف. اول حاجه
هتحس ان الماتيريالز لذيذه. الطاره دي مثلا اهو شرف ماشي 50,000 بدات تتاكل. دي مشكله كل الحاجات الهونداي، بتبقى محتاج تحط عليها حاجه عشان ما تتاكلش. هبقى اوريها لكم. الخامات هنا سوفت شويه، دي بتخرفش، وفي تحس ايه تشبيحه كربون فايبر. في فرامل اليد، درايف مودز، كراسي كلها قماش. هنا برضو في مساحة تخزين، وفي مخرج يو اس بي تايب ايه لذيذ بصراحة، بيفيد. مساحات هنا برضو هوريها لكم، يعني خدت ازازة كبيرة لا بالعافية، يعني مش راضية تدخل، يعني لولا ان هي ما فيهاش مية مش هتدخل. خش يا ستي. اول حاجة هتلاحظها ان الفئة التانية يعني هي فيها حاجات ناقصه كتير. طبعا التكييف عادي جدا مش اوتوماتيك. هنشوف ايه كمان. طبعا كاب هولدرز حلوين. جلاف بوكس كبير، لا سوفت. نلاقي بتاع نضاره سوفت برضو، ممكن تخلع النضاره وتحطها فيه كده. انا ما عدتش شايفكم. انوار هنا برضو، في دي حلوه بصراحه. وفي هنا مرايه تبص تشوف نفسك فيها بنور. فلا دي تركه لذيذه للبنات اللي بتحب تحط ميك اب كده وهي سايقه. بس خدوا بالكم يا بنات. زماره تاني. ده شكل مفتاح العربيه، لوك انلوك ولونج هولد. بتدوس هنا عشان يفتح لك الشنطه. بس خلاص احنا شفنا الشنطه من الكاميرا. ونخش بقى معاكم. بسم الله. ده كده المنظر الداخلي. نجيب بقى من هنا عشان بقى ايه مش احترافيه النقله دي، بس مش مشكله معلش بقى. اول حاجه الفئه التانية طبعا فما هياش بصمه، المفروض الفئه التالتة بصمه. نفتح التكييف. اول حاجه تاخد بالك منها زي ما قلت لكم اهو، خامات للاسف بيتخرفش. خط الالومنيوم ده حلو. تخرفش كله بلاستيك الا الحته اللي انت بتسند عليها دي حته. ده ديت ضيقه جدا، ما بتاخدش ازازه كبيره، يعني تاخد ازازه صغيره. انا جايب لكم ازازه صغيره عشان اوريكم تتحط فيها بكل اريحيه. لو بصينا هنا هنلاقي ده اللي بيعلي وبيوطي الاضاءه بتاعه الكونسول. وديت فيوزات التكييف طبعا. زرار الميوت ان ميوت. طبعا احنا في حاجه انا هوريها لكم. زرار الكول والاند المودز، بيغير المودز بتاعتك. خلاص اقفل. زرار التريب ده بيلعب هنا، بيوريك مثلا افريج الاستهلاك. لو جينا نبص على افريج استهلاك شرف 100 لتر لكل 100 كيلو لتر. رجله تقيله شويه على البنزين. بس طبعا مبقاش افريج، ممكن تعمله ريسيت عادي جدا. هنبص هنا هنلاقي برضو فتحات تكييف اكشلي بتتحرك كويس يمين وشمال. الاون والاوف بتاع الراديو. فيها اندرويد اوتو، ابل كار بلاي. يعني لو جيت تجيب المنيو سيت اب، ابل كار بلاي كونكتيفيتي، بلوتوث، ممكن تجيب اندرويد اوتو، ابل كار بلاي. فهي كويسه. سيك ميديا، ده صوت التك، ودوت الميكروفون اللي بيلقط صوتك. الاضاءه، تكييف طبعا اي سي، ده بيسايكل الاير. دي مساحه تخزين مبهدله شويه. دوت الفتيس الاوتوماتيك العادي ل6 سرعات زي ما اتكلمنا عنه. و ديت ريكو برضو كده مساحة تخزين كويسة. ده منظر العام. المرايات برضو فيها ديمينج يعني بس. وطبعا دي الزراير، ده اوتو. هو اوتو بينزل بس تقريبا اوتو داون بس، يعني دي حاجة غريبة. كلوك، مراية تتظبط، و تظبط بيها الليفت ولا الرايت. نسيت اقول لكم ان الكرسي برضو بيتحرك قدام وورا، وبيتحرك قدام وورا كده، وبيطلع لفوق وبينزل لتحت. فدي حاجة كويسة جدا. ودي برضو فوق وتحت. وده يجيبنا لفقرة 5 حاجات تفصلك و5 حاجات تبسطك. العربية نازلة بفاميه من ورا الا الشراع. تحس التقفيل المحلي هو بيقفلها، الفاميه خلص منه فقال مش مهم، ده صغيرة ومش هتبان. عشان تدي كلاكس لحد تلاقي صوت زمجرة كده، يعني ده معناه ان الخامات مش احسن حاجة يا غبور. تاني حاجة
تبقى قاعد في امان الله كده وشغلت العربيه وفجاه تلاقي الصوت بيفتح على اعلى حاجه، لازم تجري على زرار الميوت. السوفت وير فين يا غبور؟ المفروض ان الخامات هنا سوفت يعني شويه قدام، بس المسند ده ساعات وانت راكن عليه في الطريق يعني مش هتلاحظها الا مع الوقت في الحر كده بيزيق. هو مش راضي يزيق دلوقتي، بس هو انا اللي بتلكك لها بصراحه، مش عارف يعني. اللي مع الانترا دي يقول لنا ايه رايه في الموضوع ده، بتزيق معاك ولا لا؟ الشنطه عتبه التحميل بتاعتها عاليه قوي، يعني لو انا بشيل حاجه تقيله مش عارف ايه ده، بس بتاخد هتتعبك وانت بتنزلها وانت بتطلعها، فمش هنزل هنا تاني. بس مش كل حاجه وحشه، في برضه حاجات حلوه. اول حاجه غبور منزل لك الاستبن بتاعك شبه الجنط الاصلي بالظبط، يعني مش مستخسر حاجه، يعني بدل اللي هو الجنط اللي يعر اللي بيقول لك ما تعديش 80 اللي بحسه شبه التكاتك ده. تصدق التوك توك بيبقى اخره 80 فعلا، ممكن يكون جنط توك توك. العربيه فيها شيفت لوك ريليز، يعني لو العربيه عطلت منك وهي على البي في وسط الزحمه تقدر بكل بساطه تغز فيها المفتاح وتزق ايدكم معايا يا رجاله العربيه عادي جدا. لو انت معاك الفئه الثالثه، للاسف هي مش ديت اللي هي اعلى فئه بالبصمه، المفروض لو الباب مفتوح وجيت تقفلها بزرار البصمه، هنعتبر ان ده زرار البصمه، تقعد تقول بس. فانا هشوفوها بقى. بالنسبه لانظمه الامان في العربيه، وبالمناسبه العزل برضو يعني زي ما انتم سامعين، هو ده صوت عمو اللي بره، انا سامع هو بيقول ايه. انظمه الامان في العربيه 2 ايرباج، ABS نظام منع انغلاق الفرامل، اللي هو لو انت دوست فرامل مره واحده، فرامل كويسه باي ذا واي، تخليك تعرف تحود يمين وشمال، اوكي. وEBD نظام توزيع قوه الفرمله على العجلات، يعني ببساطه نظام ذكي بيبعت الفرامل على حسب الوزن على كل عجله. وللاسف 2 ايرباجز بس، ومفيش حتى ESP الكترونيك ستابيليتي كنترول. يعني طب بجد يا جماعه، عربيه بكسره المليون جنيه ايه؟ غريبه قوي بصراحه يعني. غير كده يعني تحكم في الطاره كويس، عربيه مريحه بجد زي ما انا قلت لكم وانا سايق. نجربها لكم، هي بقى ايه؟ درايف مودز على حسب بقى، ايكو سبورت، يعني هي دي المفروض فيها ايكو وسبورت، والنورمال اللي هي بتبقى ماشيه بيه بس. ده برضو تجربه العربيه على المطبات، يعني لحد دلوقتي الخلوص الارضي كويس، يعني ما حكتش معايا على اي مطب. ودي حته مكسره كده نجرب فيها. مفروض ان التعليق الامامي ماكفيرسون والخلفي تورشن بيم، مش مالتي لينك او حاجه، فهتلاقيها ناشفه شويه، بس بجد يعني ده بيديها ثبات على المفروض، يعني لو انت عشان هتعمل مناورات وكده يعني على الطريق. المناورات انت شايف المساحات كويس، خد بالك يا عمو. شوف كده مثلا لو جبنا الدرايف مود على الايكو بينقل على طول، المفروض بيحاول ينقل على طول عشان يوفر معاك. طب لو جبنا سبورت بيأخر النقلة. اوكي، بيأخر النقلة عشان تاخد أقوى عزم ممكن. يعني أنا مش عارف ليه حاسس إن هي واطية، بس كل مرة بتفاجئني إن هي بتعدي على المطب. وفعلا السبورت مود بيأخر النقلة جدا. جرب الفرامل، فرامل كويسة. نكلم بقى شرف عشان نلحق نجربها في النور. بس يا جماعه شلنا غبور، انا قلت ان شرف كان معتز بيها، بس هو قال لي شيلها عادي. معانا شرف بس هو مكسوف يطلع بس في الفيديو. محدش خد لفه الاول بس. اوتو لوك كالعاده، نلحق بقى قبل الحمد لله، يعني عربيه اكسدام، فتيس، كبوت، دريكسيون، اعتماديه، اوتو لوك. عمرها حكت منك في مطب؟ كلت حته، نزلت نازله. انا كلمت واحد صاحبي اقول له هي الانتر عندها البتاع اللي تحت اللي بيسموها بطاحه دي ولا مش موجوده؟ لا انت قصدك اللي هي كان في عندكم حاجه كده طريق رايح جاي، وفي طريق عالي قوي وطريق واطي قوي.
فوانا طالع نازل من العالي ولا طالع من العالي للواطي، انا العربيه بقت فجاه عامله زي كفتين الميزان. لسه عمال كان ليا واحد صاحبي بيكلمني، قلت له بقول لك ايه، هي الهندله اللي انت الايدي دي فيها بطاحه ولا ما فيهاش بطاحه؟ ليه لا ما فيهاش بطاحه. هي انا قلت له اخد طيب ماشي. ركنت على جنب، بصيت تلاقي الحمد لله العربيه ما بتعرقش، ما بتجيبش ميه من اي حته. وده اللي انا لسه عمالين نقوله ده يا جماعه، دليل على ان العربيه اعتماديه جدا ما شاء الله يعني. الحمد لله. هو ده. هي فيها اللي هو البتاع اللي بيحمي الموتور من تحت ده، خدت بالي موجوده. ده اساسي. انت كنت بتغير زيت؟ المساحات الرؤيه برضو في السواقه كويسه حلوه يعني، دي باينه دي باينه، الظهر باين. العربيه دلوقتي على الاسبور على فكره، فعشان كده بتبقى سايبه النقله لاكتر وقت ممكن بس عشان انت هتروح تدوس. فين؟ هنروح فين يا حبيبي؟ هنقعد جنب الميكروباص طبعا استنى هو الطريق يفضى ويجري. خايف من سواقتي طبعا. نخليها مثلا على العادي. ده العادي. العادي ده بقى. في ايكو بقى، انت عارف ان في ايكو غير العادي. بتمشي بايه انا اكتر؟ ما بمشيش غير بالايكو. اوكي جربها. بيوفر معاك بقى؟ بتحس انه بيوفر؟ العربيه بتاع لغايه ما تدي النقله. كان سايق معايا على فكره قبل كده على 180 في مره. فلاقي العربيه فيها سرعه يعني. كنا متاخرين. يعني قول رايك في العربيه، قول انت بتحس ايه وانت سايقها؟ مبسوط منها بعد ما مشيت البنزين 48؟ متوسط. تمام. العزل الصوت، عزل الصوت ايه رايك فيه؟ ما بص يا عبد الرب، انا كنت يعني كنت بسوق عربيه الماني يعني، تمام. فده بالنسبه لي هتقارن اي حاجه بالالمانيه هيبقى لا، انا لحد دلوقتي العربيه دي مثلا الفئه الثانيه كرهت فيها جدا ان هي ما فيهاش مثبت سرعه. وفرق ما بين الفئه الثانيه والفئه اللي هي اعلى فئه 100,000 جنيه، تاخد بيها فرش جلد وحساسات قدام وجنطه اعلى وفتحه سقف كروز كنترول فعلا زي ما انت بتقول، كنترول وفيها مثبت سرعه. طبعا انا بسافر كتير، فطبعا بالنسبه لي حوار السفر الكتير ده رخم شويه. اللي هو بيسموه مش عارف مثبت السرعه ده. تمام. فطبعا كان هيريحني. لا دوست البنزين نفسها انا ما كنتش متعود عليها عشان كنت بسوق عربيه تانية. تمام. فكانت بتوجع لي رجلي شويه لحد فتره معينه يعني، بدات اتعود عليها شويه، بس ستيل ساعات ببقى مخنوق برضو. انا بالنسبه لي العزل حاسه عادي فعلا يعني، مش اعلى حاجه ومش خلي بالك بس يعني هي عربيه بحسها ماسكه العصايه من النص في كل حاجه، واعتماديه 10 في كل حاجه. اعتماديه يعني برضو الناس بتقول انها بتستهلك بنزين قليل، بس انا ما اعرفش عليها فعلا بتستهلك بنزين ازاي قليل ولا. وانا انا مستغرب اصلا ان هي بيقول لك 52 لتر. ده انت دوس ريسات بقى هيبدا يعد معاك من اول جديد. دي حته سبورت بقى وجرب، تفضل بقى معلقنا. انا مش دايس على الاخر بصراحه برضو عشان محترم ان شرف جنبي. عايز اقول لك انا حاسسها هو موتورها نفس موتور الكريتا اللي 1600 سي سي، فموتور 6 سرعات. يعني انا حاسس بنفس الحاجه يعني، فرق الوزن. انت بتسوق ايكو ولا سبورت؟ لا ما فيهاش الدلع ده، بس صوت الموتور واضح فعلا على السبور. كده سبورت صح؟ هي بتعاني بصراحه، عشان اكون صريح، هو موتور اعتمادي جدا، تنفس طبيعي طبعا. دي بس خلاص وممكن تسيب انا مش متخيل انك العجل عادي في حد بيفكر يجري راح يجيب هيونداي الانترا اي دي وانا اللي بسوق دلوقتي يا جماعه. عشان المشكله برضو على فكره نور العربيه المفروض انه النور العالي ولا الواطي؟ هالوجين فضعيف. فرامل بقى، نجرب الفرامل. امسك نفسك يا شر. بس لا فراملها لطيفه. فراملها كويسه. في بص في ظهري ايه هونداي الانترا اي دي بجد، المفروض انت لو دخلت في عربيات كتير جدا في بورسعيد وفي القاهره الانترا اي دي. ما هي بص معروفه ان هي اعتماديه جدا يعني. انا كنت لسه بقول في اول فيديو يمين شمال فوق تحت هتبص هتلاقي الانترا اي دي. ديو ريجريت. بص انت زي ما انت انا مبسوط بيها، هي اعتماديه، هي 8 من 10 في كل حاجه. ساعات اقول يا لو الشاشه بتاعتها تبقى اكبر شويه، الاندرويد اوتو او الابل كار بلاي تكون وايرلس، بدل ما انا بضطر احط اللي هي الوصله دي حاجه. 360 كان نفسي يبقى فيه حساسات قدام وبتاع. الفئه برضو انا اعتقد النصيحه فعلا لو هنقولها في الفئات الاعلى عشان هي مجرد 100,000 يعني. وبتدي حاجات يعني كتير. بالنسبه ل 100,000 فئه تعتبر حاجه كويسه جدا. برجع تاني الشنجان الايدو بلس تسمع نفس السعر تقريبا، كنت برضو جبت ساعتها في الستيرنج برضو خفيف يعني حلو في لا هي بصراحه كمان الفيلينج يعني، هو على طول انت لو وديتها يمين هتروح يمين، شمال هتروح شمال. لذيذه.
على الطريق برضو بحس ان الدريكسيون بيتقل شويه. كل ما تعلى بالسرعه طبعا بيمسك اكتر، بتشبت اكتر في الارض. انا عشان اكون صريح معاك، انا عمري ما جريت بيها كتير وخدت بيها غرز وكده. انا كنت بجري في طريق فاضي عشان نلحق معاك في حته. انا كنت خايف احك في المطب ده، بس الحمد لله ما حكيتش يعني. مش ما بتحكش في، لا هي مش بتحك في مطبات عاديه، هي بتحك في المطبات الرديئه. تمام، ده اول حاجه. وبتحط، ولازم نكون مثلا 4 في العربيه معانا شنط عشان تبدا تفيره في النهايه تحك. الخلاصه في هونداي الانترا اي دي 2025 تجميع المحلي، كل ده اسم العربيه دي ببساطه مش اسرع تسارع، مش اعلى تكنولوجيا، هي متوسطه في كل حاجه. العزل طبعا مش احسن حاجه، ولكن لو انت عيله او شاب عايز حاجه تكون موجود قطع غيارها في كل حته، اعتماديه، مش هتتعب، اعاده بيعها لو انت نمت عملت اتصال هتلاقيها اتباعت، هات الانترا اي دي. لو انت بقى عايز عكس كل ده، فالمفروض بقى تبدا تفكر في الحاجات الصيني زي الشانجان الايدو بلس. لو انت مكاني هتعمل ايه؟ قولوا لي في الكومنتات. تجيب الهونداي الانترا اي دي ولا تجيب حاجه صيني من الجديد الدلع دوت؟ خصوصا ان سعر العربيه دلوقتي 1,100,000 لحد 1,200,000 300 اعتقد، يعني حسب بورصه الفيديو ده 2026. قولوا لي في الكومنتات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. ولو عندك عربيه هاتها نعمل لها ريفيو، واشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم احمد عبد الرب، باي. واضح انه مش عارف. يا جماعه الراجل المختفي راح. انا مره وانا جاي لك دمياط، ما تعرفش الناس من دمياط ايه؟ فاهم انك المعادي. انا جاي لك دمياط. يا جماعه انت عملت اعلان احنا شغالين ايه ولا ما عملتش اعلان احنا شغالين ايه؟ شغالين ايه يعني؟ لا انا ما ما حدش تتكلمش عن شغلانتك الاساسيه. محدش يعرف انا شغال ايه، ولا حد يعرف انا الدرجه دي مستعر يعني. عبد رب الراس الشرقي عمره ما كان عيب، ده في الاخر في الفلور يعني. طبعا انا شكلي مش هنزل حاجه من الحاجات دي. ما انا ملك الفكاهه صاحب الانترا الاي دي. لا عادي، مش عايزين نمشي كتير برضه عشان ما نخلصش البنزين برضه. كام كده؟ انت خلصت ربع التانك؟ طب تعالوا اوريكم ارباح الفيديو بقى. هات لي برضه يا جماعه عايزين نلفت للساده المسؤولين ظاهره سواقه العيال الصغيره المكن، وان هم بيسوقوا المكن وهم مش معاهم رخص، وتيجي تقول له ايه المكن اللي انت سادح، يقول لك قصدي مكنه كهرباء يعني، فهو بيتعامل معاه على انه سكوتر مثلا. تمام. وادينا شايفين 2 هم بيلعبوا سياده الريس ومن غير نمر كمان يا ريس. نصورهم نجيبهم طيب؟ لا بلاش، ان هم برضه ايجيبت ممكن هم اللي يسكتوا. احترام. وريتهم في الكابوت ان انا مش حاطط معاها في المساحات. انا جبت سيره الموضوع ده لان هي منوره اصلا. زماره تاني وزماره تالت، بحب انا زماره. الموضوع اللي انا قلت برضه من الحاجات اللي لاحظتها ان الكلاكس عندي مش في كل الحته بيكلكس، من عندك دي ما كانتش بتكلكس. انا قلت الموضوع ده على فكره، لازم تعمل كده. يا رب لو فيها مشكله غبور تكلمني يعني. شير يا جماعه الفيديو وصعدوا الموضوع ده لغبور. شكرا دكتور شرف. عفوا دكتور احمد طبعا يعني. بجد والله غرقانين في خيرك. بحبك. بس عشان خلاص في ناس من العماره. بحب الراجل ده يا جماعه. انا كمان. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.